بسم الله الرحمن الرحيم. السيدين الرؤساء، السيدات والسادة النواب والمستشارين، إن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين كانت وستظل مدافعة عن السيادة الوطنية ورافضة لأي تدخل أجنبي في القرار الوطني في مختلف مجالاته وحقوله. إنه موقف مبدئي يجعلنا نستحضر خطورة ارتهان القرار الوطني في العديد من المجالات، ومن بينها تدخل المؤسسات المالية الدولية في الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الوطنية. انطلاقاً من نفس المبدأ، نعبر اليوم عن رفضنا لقرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه، مثل ما سبق وأن عبرنا عن ذلك. قرار البرلمان الأوروبي يثير كذلك سؤال التوقيت. لماذا الآن؟ وماذا تغير بين الأمس واليوم؟ وما هي رهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية المحترفة في الابتزاز؟ فقضايا الاعتقال والمتابعات والمحاكمات وكافة قضايا حقوق الإنسان طرحناها ونطرحها في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هنا في البرلمان عن قناعة مبدئية، وإن نجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات ووقف المتابعات في حق الأساتذة وكافة النشطاء. فإننا نؤكد على أنه بقدر إصرارنا على طرح هذه القضايا المبدئية ستظل قرارات مؤسساته إن نعتبر أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع انتهاكاتها، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات. هذا القرار يسائلنا عن نجاعة استراتيجية دبلوماسيتنا الرسمية بالنظر لطبيعة وعدد المصوتين على قرار وتنوع مشاربهم وعلاقاتهم، وجزء منهم يعتبر إلى الأمس القريب من حلفائنا التقليديين. شكرا سيد الرئيس.